طفي النور ولع النور بره. جت عليا. بنبارك لوزير الرياضه، اسمه ايه؟ جوهر نبيل، صح؟ واسمه ايه اللي فات؟ باللعيبه بقت في موضه طالعه جديده دلوقتي، اللعيبه بتلوي ايد الفرق. يعني شايف عواد بيلوي ايد دراع الزمالك عشان خاطر ما بيلعبش. فلا النهارده الناتج ايه؟ اركن، في غيرك يقف، ما تشغلش بالك. امام عاشور لا انا مش مسافر، فخلاص اركن، في غيرك يطلع. يا ريت النغمه دي يعني مش لصالح حاجه يا جماعه. احنا ما عندناش منتخب قوي بسبب الفكر اللي واصل عندنا والجشع اللي وصلنا له. اللعيبه بقى همها الماده اكتر ما همها الكوره ده كانوا اساطير الجيل اللي فات اللي كان عامل لنا حاله 2006 و2008 و2010. احنا كنا مع جيل العظماء اللي هم ما كانش عندهم حاجه غير الفكر والتفكير، الكره وبس، وعشان كده وصلنا. انما النهارده كل لاعب طموحه هاخد كام، وبالتالي هو مش مركز في الكوره، هو مركز في السبوبه والبيزنس بس. كهربا الظهور الجديد هو لاعب، والله اقسم بالله اللاعب دوت عنده موهبه كبيره جدا جدا، بس دمرته عقليته دمرته. يعني دخل اهو انبي، هنشوف بقى، وابويا الحاج ايمن. كهربا اهدى والعب من اجل اللعب، ما تلعبش من اجل الشو والاستعراض وخلي بالك انت اللي هتجيب جون. هو كان شغلته مع لعيبه النادي الاهلي، امام انت اللي هتجيب جون، مروان خلي بالك انت اللي هتجيب جون. مالكش دعوه يا عم، سيب اللي يجيب جون وانت ركز في حالك عشان نشوفوك بقى كده يعني ايه مكسر الدنيا، لان انت بجد موهبه، وحرام تتدفن بامان. الساعه 2:30 في المباراه دي عامله لغط، زمالك وسيراميكا. هل ده انت لو صنايعي يا راجل مش هتشتغل الساعه 2:30 وتدخل وتشتغل؟ هو عشان سيراميكا يا عم، ده سيراميكا دول لعيبه يا عم مش صناعيه، ما ينفعش يا عم. بعيد بقى عن اي حاجه سواء ان هي زمالك ولا سيراميكا، يعني التوقيت نفسه انا مش فاهمه. ما عندك الساعه 5، عندك الساعه 7، عندك الساعه 9، الساعه 2:30، ايه 2:30 دي؟ ما مش فاهمها بصراحه. بيراميدز عاجبني جدا، بيراميدز بصراحه. يعني على فكره النهارده حصل بيراميدز على احسن فريق افريقي طبعا عن جداره واستحقاق، وبيراميدز مقدم شكل كويس جدا جدا في بطوله افريقيا، مقدم شكل مميز في الدوري. اللعيبه اللي بيجيبها بيراميدز انا مش عارف يجيبها ليه، يعني هو سكواد مرعب من غير حاجه، انما اللعيبه الاضافات اللي بيجيبها بتكمل السيمفونيه. ناصر ماهر انا مش عارف، يعني في خلال 3 مباريات ممكن تلاقيه عامل هدفين وعامل حاله. ناصر ماهر مع بيراميدز بيراميدز خلطه كده سحريه في الموسم ده. نادي الزمالك برغم المشاكل اللي عنده، انما قادر نادي الزمالك ان هو يظهر بشكل مميز. النهارده امام سموحه هنشوف طموحاته وافكاره، انما سموحه برضو مش من الفريق او من الفرق السهله، واقف على رجليه وراجع من انتصار وعنده طموحات امام نادي الزمالك. تقريبا في هدف جه واتلغى في البدايات، انما الدوري العام بشكل عام في حاله غليان. عندنا مشكله برضو ان طلع حمزه عبد الكريم راح برشلونه، انما للاسف عشان هو خارج الاتحاد الاوروبي فتسجيله
بياخد وقت كبير جدا جدا. فمش هنشوف حمزه عبد الكريم داخل برشلونه، لا هنشوفه في برشلونه بي، في اتلتيك برشلونه، اللي هو يعني ايه، في الدوري الدرجه الثانيه. نتمنى ان الكوادر اللي بتطلع من عندنا يعني تجد بقى الظهور وتجد الفرصه. انا نفسي اشوف فعلا حمزه عبد الكريم في الفريق الاول لبرشلونه، هيبقى يعني اطلاله غير عاديه طبعا، وللكره العربيه بالكامل والكره المصريه خاصه اكيد طبعا. اداره ليفربول بتبحث عن بديل لصلاح، ووجدت البديل لصلاح اللي هو ديموندي، لاعب كوت ديفوار، لاعب صغير في السن، لاعب شاب ويقدر يحقق طموحات اداره ليفربول. وخلاص انا شايف ان في استغنى عن محمد صلاح، ومحمد صلاح بالفعل بيدور على عرض سعودي ممتاز، لان الدوري السعودي خلاص بقى هو والدوري الاوروبي شايف ان في يعني مليارات هنا ومليارات هنا، فالدنيا مش بعيده. فاكيد صلاح هيدور على عرض سعودي، وان شاء الله هيجد ضلته وهنشوف هل هو ده بالفعل هيحصل. اللي انا شايفه اكيد هيحصل. ايه الاشاعه بتاعت الغاء الدوري دي عشان خاطر كاس العالم؟ مفيش الكلام ده طبعا. يعني حتى الكابتن حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر والكابتن احمد دياب كذبوا الخبر وقال لك لا مفيش حاجه زي كده. المنتخب المصري يا جماعه من المنتخبات المصنفه، فما ينفعش ان هو يلغي دوري ويبوظ الدنيا دي. لا لا لا، مفيش الكلام ده طبعا. طبعا بنبارك لوزير الشباب والرياضه الكابتن جوهر نبيل. هيبقى في بقى لغط بقى في الرايح والجاي، اصل اهلاوي اصل زملكاوي، عايزين نخلص بقى من قصه اهلاوي وزملكاوي دي. عندنا وزير شاب عنده طموح وعنده افكار وعنده اهداف، وده تاريخ برضه سواء كان في النادي الاهلي او في المنتخب المصري. نتمنى له ان شاء الله التوفيق، وباذن الله نلاقي الكره المصريه والاتحادات المصريه شكل تاني وتجانس وانسجام، ونقدر نبدا بقى نعد جيل في كل الانشطه الرياضيه. وبعدين انت منتظر ايه ان يطلع وزير شباب ورياضه الا من كره اليد اللي هي فيها الانسجام وفيها التجانس وفيها المنتخب القوي اللي نقدر نبني عليه في النشاطات الرياضيه. طبعا عن جدارة واستحقاق لازم يطلع من المنتخب كرة اليد حد يمسك وزارة الشباب والرياضة. بالتوفيق إن شاء الله لوزيرنا الكابتن جوهر نبيل. احنا بنحاول ان احنا نجتهد، بنحاول ان احنا يعني نوصل معلومة، بنحاول ان احنا يعني نعمل جو شو حلو. اعملوا بقى لايك واعملوا سبسكرايب حبايبي.